في موضوع خطير، موضوع الطائرة الإيرانية. وراء الأكمه ما وراها. إيران بالمفتوح بعد الإذلال الذي وجدته من الأمريكان تريد أن تفرض نفسها على دول الخليج. الآن قاعدة تتحرش هذه الطائرة ذريعة، واللام دائما يسرحوا الوفود ويرجعوهم ويهربوا الخبراء مع الأمم المتحدة، معهم زغاطيط كثيرة. لكن ذا الحين يشتوا يدخلوا بالظاهر، يشتوا يعني يعوضوا المكانة اللي فقدوها أمام أمريكا وإسرائيل يعني مع العرب. هذا الشيء أنا أعتقد لن ترضى به السعودية، وإذا نزلت هذه الطائرة فيما تنزل معها مكانة السعودية في المنطقة، والسعوديين يعرفوا هذا الشيء، فبالتالي لن يرضوا. وقد تقود هذه المغامرة الإيرانية إلى تفجير حرب، لأنه تغيير المعادلة بالقوة غير مسموح في قاموس الدول، حتى وإن كانت متهاونة في بعض الأمور. احنا بنلاحظ أنه التحالف الشرعية نهج السلام، نهج يعني متراخي هذه الفترة الأخيرة من وجهة نظرنا الشعبية، لكن لن يفرط السعوديين في مكانتهم في المنطقة. دائما بيحافظوا، واجهوا قوى كثيرة على مر التاريخ لا تسقط هيبتهم. فننتظر الطائرة هذا، هل ستسقط؟ هل ستهبط أم ستتفجر أم ستعود؟ ما الذي سيحدث؟ هذا الموضوع خطير. ميرا فجرت القبائل عليهم، والطائرة هذا بتقلب عليهم الدول. وتحياتي لكم.